السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة تاريخ يروى. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وضغط لايك. كثيرون من الناس يرون أن هذا أسرع رمضان مر في حياتهم. يقولون مرت أيام رمضان هذا العام أسرع مما نتخيل. قيل إن هذا من علامات الساعة التي أخبر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفة، أي أن الساعة كأنك تشعل عود الثقاب فتنزع البركة من الوقت والزمان. فالأيام هي الأيام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. واليوم هو اليوم منذ أن خلق الله الأرض، والساعات هي الساعات، والشهور هي الشهور. ورمضان هو رمضان 30 يوما، ولكن نزعت البركة. وأسباب نزع البركة من أهمها البعد عن الله عز وجل، والبعد عن طاعته، والزيادة في الآثام والمعاصي والخطيئات. وها هي الأيام تمر سريعا، لأننا في العد التنازلي لرحيل الدنيا. فكان رمضان العام الماضي سريعا، ولكن هذا العام أسرع، والقادم أسرع وأسرع. ولا دخل لأحد في هذا، فالسعيد هو من أودع هذه الليالي المتسارعة عملا صالحا. فأخرجوا الصدقات أيها المسلمون، أخرجوها في هذه الأيام المباركة وفي جميع أيام الله عز وجل. وأبكوا عيونكم بالقرآن، وقوموا في جوف الليل لمناجاة ربكم تبارك وتعالى. وحافظوا على الصلوات في الصفوف الأولى في الجماعات، فهذه الأيام هي من عمر الإنسان، فكلما مر يوم نقص من عمر الإنسان وقربه إلى الموت. اللهم حسن الخاتمة. فصوموا صوم المودعين، وصلوا صلاة المودعين. فلا أحد يضمن أنه سيعيش إلى رمضان القادم، بل لا أحد يضمن أنه يتم رمضان هذا العام. اللهم حسن الخاتمة. فتخشى أن تكون يا مسكين ولك أنين الموت، أن تقول: ربي أرجعون لعلي أعمل عمل صالحا فيما تركت، وما أبرئ نفسي، لقد مضت أكثر أيام رمضان، فماذا قدمنا؟ ما أسرع أيامك يا رمضان، تأتي على شوق ولهفة، وتمضي هكذا على عجل. يا شهر الصيام ترفق، ويا شهر القيام تمهل. نفوس العابدين وقلوب الراكعين الساجدين تحن وتئن، وقد هل الهلال وارتفع النداء. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. واليوم فاجأتنا وانقضت معظم أيامك المباركة، وبهذه السرعة خفيف الظل عظيم الأجر. فماذا أودعنا هذه الأيام المباركة؟ كيف نحن وحالنا مع الطاعات؟ وكيف حالنا مع الخشوع والخضوع والدمعات أو الدموع؟ هل اجتهدنا في طلب العتق من النيران، أم رضي البعض منا أن يكون مع الخوالف؟ نعوذ بالله. هذه أيام وليالي العتق تنقضي يوما بعد يوم. اللهم لا تجعلها تنقضي إلا وقد أعتقت رقابنا من النار، وكتبتنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم لنا وللمسلمين وللسامعين
وسرعان ما سنقول وداعا رمضان، وبعدها اللهم بلغنا رمضان العام المقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأيام تمر سريعة هكذا. ف- فهل كانت همتنا عالية ولسان حالي كل منا يقول لن يسبقني إلى الرحمن أحد؟ هل جاهدنا أنفسنا وأتعبناها بالطاعة لوجه الله عز وجل، لأنفسنا ولنعيمنا في جنة الله تبارك وتعالى؟ غدا أو بعد أيام قلائل سنستقبل العشر الأواخر من رمضان، وقد استقبلناها. لمن كتب الله عز وجل له عمرا، وهي أفضل ليالي العام، فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. هي ليلة خير من 1000 شهر من الطاعة والعبادة، وحرم خيرهما فقد حرم. اللهم بلغنا ليلة القدر، واكتبنا فيها من أهل الخير وأهل القدر وأهل الطاعة والعبادة والقبول والجنات. اللهم أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وفي الختام أفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تبخل بالاشتراك في القناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.